افتكرونا، تعالوا شوفونا. افتكرونا ودعمونا. افتكرونا واسألوا علينا. افتكرونا واسألوا علينا. افتكرونا واسألوا علينا. افتكرونا واسألوا علينا. افتكرونا ودعمونا. افتكروهم ودعموهم واسألوا عليهم. دول أطفالنا اللي موجودين في محافظة الشرقية. النهاردة احنا بنغطي احتفال فطار جماعي لأطفال مرضى أنيميا البحر المتوسط. جمعية أصدقاء أنيميا البحر المتوسط كل سنة بتعمل تقليد رائع جدا إنها تعزم الأطفال على الفطار. كلنا نستمتع بجو معنوي رائع، كلنا بندعم الأطفال دول. أنا ممكن يكون عندي نفس المرض، حضرتك ممكن يكون عندك نفس المرض، ابنك بنتك، ربنا يحافظ عليكم كلكم. كل المطلوب مننا اننا نقول لهم كلنا في ظهركم. احتفال النهارده هيكون رائع، افطار جمالي ولا اروع. خليكم معانا في تقرير النهارده، كلكم هتستمتعوا في نادي الشرقية الرياضي مع اصدقاء انيميا البحر المتوسط. السلام عليكم. أنا الدكتورة ليلى شريف، أستاذ أمراض الدم وأورام الأطفال ورئيس مجلس إدارة جمعية الثلاسيميا في الشرقية. كل سنة وحضراتكم طيبين. سعيدة طبعا إن أكون موجودة في اليوم الجميل ده، كلنا بنستناه علشان نكون مع أولادنا ومع أطفالنا الجمال. اعتدنا إن احنا نعمل يوم جميل، نقعد معاهم ونفطر معاهم ويعني نسمعهم، وده بيبقى يوم جميل إن احنا نقعد مع بعض بعيد بقى عن التعب وبعيد عن المرض وبعيد عن كذا. فده يعني دعم معنوي غير الدعم الصحي ان احنا الحمد لله بنحاول نساعدهم فيه. وكل سنه وحضراتكم طيبين. وحاوية وحاوية أهلنا رمضان ومنا حاوية أهلنا. كل سنة وانتم طيبين. دي جمعية أصدقاء أمراض الدم الثلاسيميا. طبعا يعني في ناس كتير قوي اتكلمت عليها، لكن أنا باختصار بقول إن احنا بنحتفل بيهم كل سنة في فطار على الأقل يعني. وكنا من أسبوع عاملين تكريم للأمهات المثاليات على مستوى الجمعية، وهي حاجة فرصة يعني إن احنا نقدم للعيال أي حاجة ممكن تتعمل، وهو يعني إيه ربنا مساعدنا لغاية دلوقتي. بس طبعا يعني إيه احنا كان ينقصنا تأييد رجال الأعمال وتأييد المجتمع وتأييد زي في التلفزيون زي ما بيحصل. لكن واضح إن الجماعة دول ما لهمش حظ خالص يعني، حتى بتوع الهيموفيليا واللوكيميا ليهم حظ، دول ما لهمش حظ. ونأمل من الله ان احنا نقدر نساعدهم. وطبعا انا اشيد بعمل الدكتوره ليلى والدكتور تامر والدكتوره مروه، فعلا ناس طيبين جدا ومحترمين جدا، والناس اللي في الجمعيه ناس كويسه يعني عموما، وربنا قدرنا على عمل الخير طبعا ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. ونغني معاك كده بلطافة وحاوية وحاوية أهلنا رمضان ومنا حاوية. احنا طبعا مبسوطين جدا بالتجمع دوت، ويا ريت الكل يدعم الجمعيه، لان دوت بيساعد كتير جدا في شفاء اولادنا والحالات كلها. بدعمكم كلكم ان شاء الله الجمعيه هتنول اكبر قدر كبير من التبرعات. تبرعاتكم وتبرعاتكم بالدم هي ديت اللي بتقوي الولاد، وان شاء الله كل اي حاجه بتعملوها بتبقى في ميزان حسناتكم. ورمضان كريم علينا وعليكم. فريق خير وبركه نورتونا في حفله افطار مرضى انيميا البحر المتوسط. يا ريت الناس فعلا تدعمهم لان الناس دي تستاهل. أهلا رمضان وسط العيلة دايما بالخير جاي عليك، مواعيد رحمن كل أوقاتك وصحاب وجيران في عزومات. يعني كلكم منورين جدا في نادي الشرقية، كلكم حبايبنا. مين اللي مبسوط انه معانا النهارده؟ طيب مين ناوي بقى يجاوب على الأسئلة ويكسب معانا؟ معانا هدايا كتير جدا. خلينا نسأل أول سؤال وأشوف أسرع حد هيجاوب عليه مين. خلاص؟ 75 و75 ناقص 150 كام؟ مين أول واحد جاوب؟ أنا هاخد الراجل الطيب ده. تحب تاخد إيه بقى هدية إيه؟ طب تعالى مد إيدك مد إيدك، في حاجات كتير جدا هنا. بسرعة بقى اللي يعجبك. خلاص. السؤال اللي بعده الظهر كام ركعة؟ 4.
الراجل ده يا عزمي، الراجل ده يا عزمي. طيب سؤال اصعب شويه، نصعب الاسئله. انت اللي لابسه نضاره ورا، تعالي انت بعيد قوي كده، تعالي. السؤال بيقول المغرب كام ركعه؟ هي 3. دي تذكار بسيط. نسال بقى اللي بعد كده يا جماعه. 17 و17 كام؟ 14. ايوه هم 14. تعالى الراجل ده اللي كسب معانا. 17 و17 14. برافو عليك. خلاص بقى احنا غيرنا الرياضيات. طيب عايزين نشوف رمضان كام يوم؟ 30. انا هاخد ده 30 يوم. 30 يوم. ناخد هديه للراجل ده. ايه؟ ادور لك الاول. ده احنا معانا حاجات كتير. 30 يوم. امسك انت المايك ده كده الاول. الله على البهجة. أطفالنا الجمال دول بيحتاجوا نقل دم كتير. كلنا لازم نرسم البهجة على وشوشهم. كلنا لازم نسأل على جمعية أصدقاء أنيميا البحر المتوسط أو الثلاسيميا بالشرقية، ونحاول نساعد ماديا ومعنويا وإنسانيا. رسم البهجة مش محتاج كتير، لكن محتاج بس إننا نفكر. شكرا للراعي الرسمي للبرنامج دكتور أبو بكر العوضي. هسأل السؤال الكبيرة دي، كبيرة. صلاة العشاء كام ركعة؟ 4. دي بقى عشان كبيرة هتاخد معانا هدية أكبر شوية. اتفضلي. لو أنا صايم وشربت العصر وأنا مش واخد بالي، أعمل إيه؟ أكمل صيامي ولا أفطر؟ برافو عليك. سقفوا لها يا جماعة بقى. كل سنة وحضراتكم طيبين. أنا سعيدة جدا بوجودي النهاردة مع الأطفال وجمعية أصدقاء أنيميا البحر المتوسط. يعني أنا شايفة أن موجود فكرة وجودنا ودعمنا للأطفال في يوم زي ده، وإن احنا قاعدين على ترابيزة واحدة، ده بيرفع من معنوياتهم ودي حاجة إيجابية. أتمنى من الجميع دعم الجمعية ودعم الأطفال. شكرا لكم. كل سنة وانتم طيبين. أنا دكتور تامر حسان، أستاذ طب الأطفال ورئيس وحدة أمراض الدم وأوام الأطفال بجامعة الزقازيق، وسكرتير عام جمعية أصدقاء مرضى أنيميا البحر المتوسط. أنا سعيد طبعا النهارده جدا في اليوم الجميل ده، لأن احنا بنقدر نجمع الأطفال كلهم على مائدة واحدة، كل المرضى موجودين على مائدة واحدة مع كل الأطباء بتوعهم اللي بيتابعوهم واللي بيدوهم العلاج واللي بيتابعوا حالتهم بلحظة بلحظة.
ومعاهم كمان قيادات من محافظة الشرقية وأعضاء مجلس الشعب والشورى والصحافة والإعلام. يوم جميل، الكل فيه متساوي. يعني عاوز أقول قد إيه إن الأكل كل واحد، المرضى بتاكل نفس الأكل اللي بياكلوا الدكاترة والأطباء، نفس الحاجة اللي بتتقدم لهم. ده حاجة جميلة قوي إن احنا نشاركهم نفس الأكل ونفس اللحظات السعيدة. احنا النهاردة في لقاء إفطار رمضاني جميل مع أطفال مرضى أنيميا البحر المتوسط. دي جمعية منشأة في الشرقية وبتدعم المرضى الأطفال، وكانت دعوة كريمة منهم ليا، والتقينا بكل أطفال وأهاليهم، وكان لقاء جميل. مؤسسي الجمعية موجودين كلهم، ورموز العمل الوطني الموجود في الشرقية. الحمد لله الأطفال في منتهى السعادة باليوم ده، وأنا بعتبر نفسي يعني اليوم ده من أسعد أيام حياتي. تحياتي ليهم وكل سنة وهم طيبين. ايه اليوم الحلو ده؟ ايه الناس الحلوه دي؟ هي دي فكره حلقه خير وبركه النهارده، اننا نوري لحضراتكم قد ايه البساطه في التعامل بين المرضى واولياء الامور والاطباء. كلنا قاعدين على ترابيزه واحده بناكل مع بعض. هي رساله انسانيه جماعيه، جبر الخواطر، مش محتاج اي حاجه غير انك تجتهد بس وتكون النيه سليمه، وده اللي عملناه النهارده. في النهايه انا بشكر كل الاطباء، بشكر الجمعيه، بشكر اولياء الامور، بشكر صديقتنا ريهام الحاوي اللي كانت ليها فكره كبيره قوي في تاسيس جمعيه اصدقاء انيميا البحر المتوسط في الشرقيه. بشكر فريق العمل اللي تعب معايا النهارده. استنوني بكره في حلقه تانية من خير وبركه، رساله جديده من مكان جديد. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الراعي الرسمي لبرنامج خير وبركة مجموعة معامل دكتور أبو بكر العوضي بمركز الحسنية بمحافظة الشرقية، وكل عام وأنتم بخير.